بمنتهى العنف. ايوه، ويجب ان ده يفتح عينينا، ده استطالا للكلام اللي قاله الاخ الفاضل، يفتح عينينا الى اننا لا نتهاون مع من يريد ان ينوروا الحقائق ويلقوا المهام على الكيف. المهام زي العالم المتحضر اللي سبقنا، هنحط المهام وهنروح الشعب هيفرق ان رغبته تصان، رغبته تحترم، الدستور يطلع زي ما بنتمنى له جميعا انه يطلع، عشان نمشي على هذه الدستور يمثل رغباتنا جميعا، مش رغبات مجموعه قاعده 3-4 سنين وماشيه، مع كل الاحترام ليه، مع كل التقدير، ولكن انا مدير 4 سنين ما تتكلمش اكتر من كده. ما تفردش رجلك ولا ايدك اكتر من 4 سنين. التزم بال4 سنين العمر كله بتاعتنا كلنا بقى، كلنا اللي قررنا، مش حضرتك اللي قررها، ومش هنقبل انك انت تقررها الله. هذا مبدأ مع كل الاحترام للجميع، وانا مش غلط وما غلطش في حد، وكلهم اشد على عيني والراس، والجميع على عيني والراس، ولكن الاصول العمليه مش فتوانه، العمليه الاصول يحترم ويتبع، مصلحه الشعبيه تسود مش مصلحه مجموعه هنا ولا مجموعه. القدر ما تقدم الشعب تفضل. هي الرؤية المستقبلية بالظلام الموجود حاليا. خلينا نقول ان احنا نتعشى من الظلام النهارده، ما يبقاش ظلام بكره، وكل عقده وليها حلال. وسبحانه وتعالى يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر. كل التأكيد ان ما بعد العسر لابد اليسر في افراده. خلينا نكون متفائلين، خلينا نفتح قلوبنا وصدورنا وعقولنا لمستقبل نرسمه بايدينا وننهي فتره تألمنا فيها كثيرا ونحن قادرون. المصريين قادرون يا جماعه، اما بنتحط في الظرف الجاي انتاجنا بيضاهي العالم كله. اما العمليه بتظلم حوالينا، العمليه بتصفي. اعتقد ان آن الاوان ان احنا ننفتح، واعمال العقل وفتح القلوب وفتح الصدور هو ملاذنا، هو طريقنا لمستقبل باذن نحفره ونبيض الصوره باذن الله. ونحن قادرون. اذا في صلابه في اليد، اذا في جرأه، اذا في رجوله، في امانه، ما في قوه هتقف قدامك في انك تصفي اللي انت تقول عليه باذن الله تعالى. اتفضل. البطاله يا فندم، انا هقول كلمه واحده وهبطل حديثي بعد كده. حضرتك بص حواليك، تجد ان العالم المتطور، نقول في اوروبا وامريكا مثلا، نقلوا صناعاتهم التقيله ودوها في الدول اللي هي العماله فيها ارخص والسهوله فيها اكثر زي الصين، وبعدين انتقلوا من الصين راحوا ماليزيا النهارده اللي هي دوله قد كده اسلاميه قد حي من القاهره، بقت من احسن 10 دول في العالم في الصناعه والتعليم. ماليزيا. بعد كده انتقلوا راحوا اندونيسيا اللي كانت ظروفها اوحش مننا مليون مره. الله، طب احنا قاعدين بنتفرج ليه؟ العالم بيعدي من فوقينا. نحن الوادي ذو الطبيعه السهله والجو الجميل والعماله الكثيفه الرخيصه وكل شيء، حتى قناه السويس اللي بتفصل بين الغرب والشرق بتعدي عندنا. كيف تعبر هذه الصناعات من الشرق ولا من الغرب للشرق مرة فوقينا وما تقدرش تشتغل في مصر؟ ليه؟ لان احنا فقدنا الثقة، فقدنا المصداقية. كل ما تحتاجه مصر النهارده انها تعيد مصداقيتها. العالم يشعر خلال شهور ان مصر قام فيها نظام صادق قوي مسيطر بيعرف مصالح الشعب، امين، ما بيكذبش، ما بيبقاش المصنع النهارده ويرجع يتحول مصر من اصحاب المستثمرين ان يفقدوا الثقه فينا.
احنا مش عارفين احنا بنعمل ايه. احنا كانت بتتخذ اجراءات بتذبحنا من غير ما نزرع، وبنبقى فرحانين شويه كلام يكتبوا في الجرايد يسوقوا للموضوع، بينما هو بيذبح مصداقيتنا قدام العالم. نحتاج ان العالم يحس ان في اركان نظام قوي مسيطر، بلد عاد اليها الانضباط. البلطجيه بطلوا من الشارع، النظافه رجعت للشارع كما كانت. هل يعقل ان احنا في مصر كل ما احنا الجيل بتاعنا، جيل بتاع حضرتك وبتاعي وبتاع الاخ، كل ما نفتكر حاجه من 10 سنين و20 سنه نتصعب عليها كانها كانت احسن؟ في دوله في الدنيا كل ما تفكر في الماضي تلاقي المبنى كان احسن، النظافه كانت احسن، الشارع كان مبسوط احسن. ليه؟ لان احنا فقدنا مصداقيتنا. كل عمليه خلاص، الرقابه انتهت، المتابعه انتهت. اذا العالم عاد ينظر لمصر على انها ارض خصبه للاستثمارات، هتجد حضرتك ان مصر اكتشفت الاستثمار. مين يقول ان يمين وشمال قناه السويس ما تبقاش اكبر منطقه صناعات حره في العالم؟ وانوي لو ربنا وضعني في المسؤوليه ان انا من ثاني يوم يعلن ان هذه المنطقه منطقه حره، وتفضلوا تعالوا اعملوا صناعاتكم ومفيش ضرائب. قول لي هتاخد ايدي عامله قد ايه؟ اما تاخد لك 40-50 كيلو في سينا من ناحيتي، و20-30 كيلو في الدلتا من ناحيتي، وتقيم اكبر منطقه صناعيه طولها 100-120 كيلو من بورسعيد لغايه ستة، دي هتاخد عماله قد ايه؟ اما صناعات العالم المتحضر كله اللي كانت بتروح الصين واندونيسيا وماليزيا وسنغافور، احنا اولى من جميع النواحي، احنا اولى. تخيلوا حضراتكم النهارده اللي ابنائنا اللي في دبي وكل تمنياتنا ليهم بالنجاح وبلد تفرح، لكن ما بعد يروح مصر كانت اولى. مش عايز كلام يعني. احنا والناس مع كل الحب ليهم هناك والنجاح والتوفيق اتصرفوا بمنتهى الذكاء. نتمنى نتصرف بالذكاء اللي